صباح الخير، معكم دكتور عماد وقناة صيدلينو. ألام الصدر ليها أكتر من سبب، وأغلب الناس أول ما بتحس بألم في صدرها بتبتدي تقلق وتفتكر إن في حاجة في القلب. طيب هو إزاي تفرق بين آلام الصدر المختلفة؟ عشان تعرف تفرق لازم تعرف المنطقة ديت بتتكون من إيه. الجزء الخارجي بيتكون من عضلات، وراها على طول القفص الصدري، وراهم بيجي القلب والرئة، وبعديهم المريء، والمريء هو الجزء اللي بيوصل الفم بالمعدة. أولا مشاكل الرئة، ودي سهل نستبعدها لأنها غالبا بتكون مصحوبة بكحة أو بصعوبة في التنفس. أما بالنسبة لمشاكل العضلات والعظم، دي بتظهر لما تبذل مجهود جامد أو تشيل شيل تقيلة، أو مثلا تكون في الجيم بتلعب ألعاب بأوزان تقيلة. وبرضه بتظهر مع برودة الجو وأدوار الإنفلونزا والبرد. والألم هنا بيكون منتشر في الصدر كله وبيستمر لعدد ساعات طويلة. نمرة 3 و4 دول اللي بيحصل فيهم تداخل، هما مرض ارتجاع المريء أو الحموضة الشديدة على الصدر، ومشاكل القلب زي مشاكل الذبحة والجلطة. هحاول أبسط إزاي أشك إنها جلطة أو ذبحة. لو الآلام ديت بتظهر بعد مجهود، زي إن أنا بجري لمسافات طويلة أو ببذل مجهود جامد وابتدي أحس بنغزات في القلب وألم جامد في الصدر، ممكن تكون دي أعراض ذبحة مستقرة. وألم الذبحة مش زي ما كل الناس فاكرة، مش بيجي في الناحية الشمال. الألم بيكون في منتصف الصدر، ممكن يجي من أول الرقبة من فوق لغاية فم المعدة. أحيانا بيكون مصحوب بصعوبة في التنفس مع عرق، وأحيانا يسمع في الفك الشمال والدراع الشمال. مع بعض الناس بيجي كمان ترجيع. وأكتر شكوى بنسمعها من اللي عندهم جلطات أو أزمات قلبية بيقولوا إن في زي سكينة بتذبحهم عند رقبتهم، عشان كده اتسمت ذبحة. بعض الناس بتقول إن في زي رمل أو حاجة تقيلة جدا بتضغط على صدرهم. وآلام الأزمات القلبية بتستمر لعدد دقايق قليل، غالبا من 5 ل 10 دقايق، لكنها بالطبع خطيرة ولازم تروح فورا للمستشفى. طيب تعمل ايه عشان تلحق نفسك قبل ما تروح المستشفى؟ لازم تخلي في بيتك أسبوسيد أطفال تركيزه 75 ملي، وتاخد فورا 4 أقراص مع بعض. الأسبوسيد هيعطل الجلطة لغاية ما تروح المستشفى. وحاجة تاني مهمة جدا، لو انت مدخن او وزنك زيادة او عندك مرض السكر او بتعاني من ضغط عالي، اللي عندك في البيت مع الأسبوسيد دواء اسمه داينترا 5 ملي. وقت ما تحس بأعراض الأزمة القلبية هتاخد ال4 أقراص أسبوسيد، وهتاخد قرص الداينترا تحت اللسان. الأدوية ديت على قد ما تبان إنها بسيطة، لكنها بإذن ربنا نجدت ناس كتير من الموت. لو حاسس إنك استفدت بمعلومة جديدة، أرجو اللايك، الشير والسبسكرايب.